ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا لسه راجع من التمرين في المستشفى. كان يوم طويل جدا وهخش انام، هاخد قيلولة كده قبل التمرين. الساعة دلوقتي 1 الظهر تقريبا، وانا صاحي من الساعة 4 الفجر النهاردة عشان كان عندي مشوار قبل ما اروح المستشفى. النهاردة هيكون فيديو مختلف، هيكون مختلف ليكوا انتوا مش ليا انا. آه، مش هوريكم بقى الاكل والتمرين وكات سينز والكلام ده، هخش في الموضوع على طول. موضوع عنوان الفيديو اللي هو الريكفري. هشوف كده لو الموضوع ده هيفرق ان هو انك انت to get to the point على طول، ولا انتوا بتفضلوا نوريكم حاجات في وسط الكلام والكلام ده كله. ايه، انا مش هوريكم الحاجة اللي انا هعملها النهاردة او هاكلها او هشربها وتمرين وكده، لان مفيش حاجة مختلفة قوي. انا في اوف سيزون، فالتغيير اللي هيحصل في السكادجول بتاعي او في التغييرات اللي هتحصل معايا هتكون بطيئة وصغيرة. يعني الاكل مثلا بيتغير كل فين وفين، التمرين بيتغير كل فين وفين، السبليت بيتغير كل فين وفين. وده عشان انك انت تبني عضلات بيطول اكتر بكتير قوي من انك انت تنشف. فالنشافة زي كريم كده هو بيحضر البطولة دلوقتي، هتلاقوا ان كريم عمال على مدى مستمر بيغير في الحاجة بتاعته، والكوتش بيبعت له حاجات جديدة يعملها، فتابعوا معاه. انا هشارك معاكم حاجات ساعدتني في الريكفري، اساسيات، وهقول لكم كمان على حاجات كماليات للريكفري لو عملتها اكيد هتساعدك. السنة دي الحمد لله ظهري كان اضعف نقطة في جسمي، وديته من الشكل ده في الدبليو ام بي اف 2022 في ايرلندا للشكل ده. الصورة دي لسه متاخدة امبارح. اول حاجة انت محتاجها علشان تضمن انك عامل ريكفري كويس هو طبعا انك انت تدخل كمية اكل مناسبة، ويكون من ضمن كمية الاكل دي طبعا كمية بروتين مناسبة لجسمك ولاحتياجك. في نقطة بقى، النقطة دي انا اتعلمتها من المدرب بتاعي وهشارككم النقطة دي النهاردة. برضو في نقط هنقول لكم زي ما في كل فيديو، النقطة دي تخص لعيبة بودي بيلدينج بس، واحد نفسه مستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل لشكل معين. مش بس تعمل كارب سايكل او انك انت تمشي بالكاربز قليلة والكاربز عالية وكده، لا انت ممكن كمان تعمل ماكرو سايكلينج. يعني انت ممكن حرفيا تزود بروتينك في ايام معينة، زي مثلا ايام الرجلين وايام الظهر، لان العضلات الكبيرة بتبقى تقدر ان هي تستقبل كمية امينو اسيدز اعلى. ممكن كمان ترفع الكاربز بتاعتك. طبعا الكارب سايكل كلكم عارفينه، واللي ما يعرفش الكارب سايكل ممكن اشرحه بسرعة. هو بس انك انت حرفيا مثلا انت على مدار الاسبوع المفروض انك انت يوميا بتدخل 200 جرام كارب والمفروض. فعلى مدار الاسبوع انت هتبقى مدخل 1400 جرام كارب. انت بدل ما تدخل كل يوم 200 هتدخل كل يوم 150 مثلا، وهيبقى في يومين او 3 هتدخل فيهم 300. فهمت؟ فده هيديك طاقة اكتر انك انت تأدي احسن في التمرين، لان الكاربز هي اللي بتعمل الاي تي بي اللي هي اللي انت بتحرقها في التمرين او انت بتستعملها في التمرين. فبالتالي انت محتاج تتأكد زي ما انا قلت لك انك انت بتدخل كمية الاكل الكويسة، وتستهدف الكارب سايكل والماكرو سايكلينج في الحتت العضلات الضعيفة اللي عندك، اللي انت فعلا عايز تحسنها واللي انت فعلا بتدوس عليها في التمرين. النقطة التانية علشان تتأكد ان الريكفري بتاعك كويس وان هو في الليفل الاوبتيمم بتاعه، هو انك انت تكون مهتم بالجهاز الهضمي بتاعك لأبعد الحدود. الجهاز الهضمي بتاعك هو المسؤول عن المناعة بتاعتك يعني، وده برضو معناه انه مادام مناعتك كويسة يبقى امتصاصك للنيوترينتس وللأكل هيكون كويس، فبالتالي هتعمل ريكفري واستشفاء كويس للعضلة. حاجات بتساعد على صحة الهضم طبعا حاجات زي الدايجستيف انزيمز، اللي هي بيكون فيها انزيمات هضم بتساعد. طبعا ما بتتاخدش كل يوم، او انا شخصيا يعني ما باخدهاش كل يوم، في ناس بتاخدها كل يوم بس انا ما باخدهاش كل يوم. هي بتتاخد في الايام اللي الاكل فيها بيكون زيادة عن اللزوم يعني. وانت هتلاقي ان مع الوقت لما انت بتيجي تعمل سيزن عامة
specifically يعني مقارنة او بعيد شوية عن موضوع شيف، هتلاقي انه انت كميات الاكل كبيرة قوي وممكن تكون بتتعب لك معدتك او بتنفخ لك بطنك، فانت لازم تتأكد انك انت عندك digestive enzymes احتياطي عشان لو احتجتها. طبعا حاجات تانية بتساعد طبعا زي الجلوتامين، خل التفاح. يعني مثلا خل التفاح تتأكدوا ان هو يكون with the mother او اللي هو بيكون يعني اورجانيك، مش الخل التفاح العادي، لانه ده هيعمل لك مشاكل في بطنك اكتر، ممكن يعمل لك قرحة. وطبعا خل التفاح لو انت هتاخد شوت منه الصبح ما يبقاش على الريق، تاخد الشوت مع الفطار او بعد ما تخلص فطارك يعني. هتساعد الوجبة الاولى دي اساسا ان هي تنزل ولا كأنك اكلت اي حاجة. ممكن تاخدها على الريق، في ناس في مدارس بتقول لك تاخدها على الريق، انا كنت باخدها على الريق، بس فعلا لاحظت انه بعد فترة طويلة بالذات في التحضيرة اللي فاتت لما وصلت ان انا نشفت جامد وكنت باخد خل التفاح على الريق، اكتشفت ان هو ابتدى يعمل لي حرقان. يعني كنت باخده عادي ما كنتش بحس بحاجة، بس بعد ما اكل كنت بحس بحرقان، فبطلت وبقيت اخدها بعد الوجبة الاولى. التالتة قبل ما اخش اخد القيلولة بتاعتي قبل التمرين هتكون طبعا انك انت تشرب مية كويس. It's obvious، في ناس طبعا هتبقى قاعدة ورا الشاشة عمالة تقول طب ما ايه العبط ده، انا عارف، بس للأسف في ناس كتير جدا منهم ناس انا اعرفهم شخصيا الناس ما بتشربش ميه كفايه، والموضوع فعلا صعب. انا كنت واحد من الناس وانا طفل صغير ما كنتش بشرب ميه كفايه، واكتشفت الموضوع ده بعدين، وحطيت الموضوع في دماغي وانا عندي 16 17 سنه، والموضوع خد مني سنه حرفيا لحد ما قدرت ان انا اشرب 4 لتر كل يوم بانتظام. ودلوقتي انا بشرب مش اقل من 5 ل 6 لتر في اليوم ميه. طبعا المية مهمة جدا ليه؟ علشان رقم واحد الاكل اللي انت بتاكله كله ده هيعمل لك مشاكل في بطنك لو انت مش شربتش ميه كويس، وهيفضل قاعد في بطنك ومش هيتهضم. واحد، فدي كده مشاكل هضم حصلت بسبب الميه، فدي كده بقت مشكلتين، مشكله الميه ومشكله الهضم. اتنين، عضلتك مش هيوصل لها الغذاء الكفايه بعد الابزوربشن، لانه الميه هي اللي بتوصل النيوترينتس اللي جسمك امتصها للعضلات. فادي كده مشكلة رقم 3، بقى عندك 3 مشاكل بس بسبب المية. مشكلة رقم 4، هيحصل لك جفاف ومشاكل في الريكفري وسورنس، هتحس بوجع هيقعد معاك فترة طويلة. مثلا يعني افتراضا انت اتمرنت رجلين النهاردة، ممكن تقعد 2 3 رجليك بتوجعك بس عشان انت ما بتشربش مية كويس. يعني انت حرفيا لو انت ما بتشربش ميه كويس واتمرنت تمرينه وجسمك كان بيوجعك او المكان اللي انت اتمرنته ده كان بيوجعك لمده 2 3 ورا بعض، لو شربت ميه كويس الموضوع ده هيفرق معاك. طبعا مش ده السبب الوحيد برضو، يعني في ناس بتتمرن، انا ساعات كتير قوي بتمرن تمرينه بقعد 2 و3 ايم سور وجسمي بيوجعني من التمرينه نفسها او المكان اللي انا اتمرنته نفسه. ده مش سببه ميه، لكن هو ممكن يكون سبب، بس عشان نكون واضحين. المشكلة الخامسة اللي الناس بتهملها برضو بسبب المية هو أدائك في التمرين. انت حرفيا أدائك في التمرين هتلاقيه اتنطر 3 4 5 6 ليفلات لفوق لو انت شربت مية كويس. انت لو ما بتشربش على الأقل إزازة فيها 500 ملي ميه في التمرين، يعني على مدار التمرين الساعه ولا الساعه ونص اللي انت بتشيل فيهم حديد، لو ما شربتش 500 ملي ميه على الاقل، يعني ده اضعف الايمان يعني، يبقى انت كده مش عارف بصراحه اقول لك ايه، لانه انت لازم تشرب ميه في التمرين بالذات، فاهم؟ طبعا برضو مش ميه كتير قوي اوفر لدرجه انك انت يحصل لك اوفر سبيلنج في المعده وبعدين تقعد تخبط في ضلوعك ويجي لك وجع في ضلوعك. يعني برضو خليك واعي لكمية المية اللي انت بتشربها. اوكي يا شباب، لسه مخلصين تمرين دلوقتي، كان عندي تمرين رجلين. طبعا كل مرة انا بصور بتبقى يا تمرين الظهر يا تمرين رجلين، فعشان كده انا مش عارف يعني بصراحة، نفسي مرة اصور يوم بوش بس ما صدفتش لحد دلوقتي. نخش بقى النقطة رقم 4. نقطة رقم 4 انت محتاج تعرفها عشان تعمل ريكفري كويس. نقطة كريم اتكلم عليها في الفيديو اللي فات اللي لسه نازل النهاردة،
وانت لو بتشوف الفيديو ده في اليوم اللي نزل فيه يبقى في الاغلب انت شفت الفيديو بتاع كريم امبارح. النقطة هي الكارديو. ايوه، الكارديو بيساعد الكارديو بيساعد عشان تعمل ريكفري. طب ازاي الكارديو بيساعد انك تعمل ريكفري؟ كارديو التحضيرة او الكارديو اللي كريم بيعمله اللي هو 40 ولا 45 دقيقة كل يوم ده حاجة، والكارديو اللي انت ممكن تعمله في الاوف سيزون ده نوع كارديو تاني بيساعد انك تعمل ريكفري. ازاي؟ الكارديو بيضخ دم، والدم ده بيبقى كارينج الاكسجين. غير كده كمان انت لما بتعمل كارديو انت بتزيد معدل الريسبيريشن اللي هو التنفس، وفي نفس الوقت بتزيد الانهيليشن اللي هو نفسك. لما بتيجي تاخد شهيق كده انت بتاخده بيكون ديبر، او الرئه بتاعتك بتتملي اكتر من لو انت قاعد عادي ما بتعملش حاجه. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي ان الكونسنتريشن او تركيز الاكسجين في كل نفس انت بتاخده اعلى، فبالتالي انت بتوصل نسبه اكسجين ودم ونيوترينتس اكتر للعضله. فكره الريكفري عامه انت لازم تكون بتفكر في حاجه واحده بس: ازاي اوصل اكبر كميه دم واكسجين ونيوترينتس للعضله دي علشان تعمل لها ريكفري. طيب ايه هو الكارديو المناسب للريكفري؟ الكارديو المناسب للريكفري هو انك تعمل 2 أو 3 في الاسبوع، تلت ساعه بس حرفيا. وانصح عن تجربه شخصيه، معرفش اذا الكلام ده علمي ولا لا، اديني بقول اهو، انه يكون اليوم اللي بعد العضله الضعيفه عندك، ده فعلا هيساعد على الريكفري بتاعها. بمعنى لو انا عندي الظهر ضعيف، لو انا اتمرنت ظهر وبعدين طلعت عملت تلت ساعه كارديو، انا كده مش هستفيد قوي او مش هبقى عملت ريكفري قوي للعضله، لان العضله اوريدي هتبقى مليانه دم والبامب فيها عالي ومتقطعه وانت اصلا طالع عينها وعايز تدخلها اكل. بس لاحظت ان انا لما اعمل كارديو اليوم اللي بعديها، بعد التمرينه اللي بعديها، مثلا خلصت مثلا كان عندي ظهر، قمت عامل تشيست اليوم اللي بعده وبعدين قمت طالع عملت كارديو، لاحظت ان انا حرفيا بطلع من تمرينه اليوم اللي بعديها دي السورنس او اللي هو التايتنس اللي في العضله من التمرينه اللي قبلها مش موجود، بيبقى مختفي. هل في كلام علمي يثبت اللي انا بقوله ده؟ لا، دي تجربتي انا الشخصيه. لو عايز تجربها ممكن تجربها، ممكن تشتغل معاك ممكن ما تشتغلش معاك. طريقة 5 وحركة صايعة جدا انت ممكن تعملها برضه عشان تعمل ريكفري، هو انك تعمل بودي اميرجن في مية. مش لازم يكون جاكوزي، يعني مش لازم تنزل في جاكوزي، ومش لازم انه يكون مثلا حمام تلج مثلا، او لازم يكون نوع معين من مية، او مثلا يعني ان هي تكون سبيسيفيك سين او حتة معينة مخصصة للكلام ده. انت حرفيا ممكن تنزل حمام سباحة وتفضل واقف فيه تلت ساعة نص ساعة في ايام الراحه بتاعتك. ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل او هيميمك حركه الكارديو شويه، هيحسن السيركيليشن في جسمك. ليه؟ لان انت تحت الميه بيكون الضغط اعلى من فوق الميه، الاتموسفيريك بريشر تحت الميه او عند رجليك هيكون اقل، فبالتالي هيكون في ضغط على رجليك والانكلز بتاعتك، فالدم هيكون ان هو عمال بيسيركليت فوق. ده غير كمان ان هو هيحسن السيركيليشن للاعضاء، فبالتالي في دم اكتر هيروح للكليه، ودم اكتر هيروح للليفر، ودم اكتر هيروح للرئتين. وعشان كده انت لما بتروح البحر مثلا وحتى ما بتسبحش او تعمل حاجه كتيره او حاجه تقيله يعني عامه، بس حرفيا انت بس انك تنزل الميه وتطلع منه بعديها مثلا بنص ساعه، بتلاقي انك انت جوعت وعطشت وبقت حالتك حاله. ده لانه انت اعضائك وصل لها دم كتير، فبالتالي نفسك اتفتحت. لان لما اعضائك تكون مرتاحه انت نفسك للاكل بتتفتح عامه. عشان كده برضو هتلاقي ان انت لما تتمرن تمرين تقيل جدا انت نفسك بتبقى مسدوده ومش جعان بعد التمرين. فجرب الموضوع ده، ودي حاجه انا متاكد منها وحاجه علميه فعلا بقى، انك انت لو عملت اميرجن في الميه ممكن تعملها في ايام الراحه بتاعتك، هتحسن الريكفري بتاعتك. يا جماعه انا لسه واخد بالي ان انا شكلي رايح في داهيه خالص، يعني الواحد فعلا لازم يروح للحلاق قريب. بس حرفيا الواحد الاسبوع اللي فات ده كان اول اسبوع ليا في المستشفى، وكنت مشغول كمان بان انا بروح مدرسه السواقه بعد ال اليوم في المستشفى يعني.
وفوق ده كله كمان بروح التمرين وبتاع، فالوقت مفيش خالص. بس هو بكره يوم الخميس، فالواحد ممكن يحاول ايه يروح ان شاء الله الحلاق بكره او حاجه. الحاجة الثابتة اللي انت ممكن تعملها علشان تحسن من الريكفري بتاعك انك انت تاخد ايام واسابيع ديلود باشكال وانواع المختلفة. منها مثلا انك انت تعمل ديلود بانك انت تريح خالص من التمرين لمدة 3 ايام ل6 ايام، ودي حاجة اسمها لي اوف ويك او 1 ويك لي اوف. ودي في الاغلب بتكون بعد ما انت تبقى قضيت فترة طويلة عمال بتهري ويعني بتتمرن بضمير بجد فعلا لمدة طويلة جدا. ممكن كمان انك انت تقلل الاوزان وتلعب مثلا نفس العدات. ولنفرض انت بتلعب 8 ل 10 عدات بوزن 100 كيلو، هتلعب ب 50 كيلو نفس العدات 8 ل 10 عدات لمدة مثلا اسبوع او لمدة سايكل من التمرين، وده هيبقى considered برضو ان هو يعتبر دي لود ويك. ممكن الحاجة التانية انك انت تلعب بنفس الاوزان ولكن تقلل الفوليوم او تقص الفوليوم ان هاف. بمعنى انك انت مثلا بتلعب 4 مجاميع لكل تمرينة، هتلعب مجموعتين لكل تمرينة، او هتلعب 4 مجاميع لكل تمرينة زي ما بتلعب، بس بدل ما تلعب ال8 عدات او ال10 عدات هتلعب 4 عدات او 5 عدات. نقطة كمان أنا بس نسيت أذكرها على موضوع الدي لود وإزاي إنك تعمل دي لود. طيب هل الدي لود ده أنا لازم أعمل له مثلا سكادجولينج؟ يعني لازم مثلا كل 4 أسابيع أعمل دي لود، أو لازم كل مثلا مش عارف قد إيه أعمل حاجة معينة؟ الإجابة هي لأ. في ناس بتقولك لازم إنك أنت كل 4 أسابيع أو كل 6 أسابيع أو كل 12 أسبوع أو كل مدة محددة تعمل دي لود حتى لو أنت حاسس إنك تمام. انا شخصيا شايف ان طالما انت حاسس انك انت تمام والريكفري بتاعك كويس وامورك كويسه وعمال بتتحسن يوم عن يوم، ايه الفايده انك انت تعمل ديلود؟ يعني انا مش مقتنع بالفكره دي. انا شايف انك انت تعمل ديلود لما جسمك يبقى بيديك اشارات ويقول لك بص يا كابتن انا مش عاجبني اللي بيحصل، انا تعبان، انا مفشوخ، انا حالتي حاله، ساعتها تعمل ديلود. النقطة السابعة وحركة صايعة تاني انت ممكن تعملها بدل ما انك انت تعمل ديلود. ولنفرض مثلا انت حاسس انك انت نوعا ما تمام ومش عايز تاخد اسبوع كامل اوف. يعني مثلا انت اتمرنت تشست النهاردة، واليوم اللي بعده اتمرنت ظهر، واليوم اللي بعده اتمرنت رجلين، وفي اليوم الرابع انت المفروض تتمرن تشست تاني او بوش تاني، ولسه في سورنس في صدرك ولسه صدرك ما عملش ريكفري 100% وانت حاسس بالموضوع ده. طيب هل اخد اسبوع دي لود بس انا حاسس انها لسه تمام، ظهري تمام انا اتمرنت ورجلي تمام انا اتمرنتها؟ ايه اللي انا ممكن اعمله؟ انك انت تبدل الايام. يعني لو جه يوم البوش وانت صدرك مثلا او اكتافك لسه فيهم تايتنس او سورنس او لسه ما عملوش ريكفري عامه كويس او 100%، ممكن ابدل يوم الظهر بيوم الصدر او ابدل يوم الرجل بيوم الصدر، وده هيدي صدري مثلا يوم او يومين زيادة علشان يعمل ريكفري، وفي نفس الوقت انا فضلت ماشي على نفس السكادجول بتاعي وما غيرتوش. النقطة الثامنة هي انك انت تعمل مانيوال ثيرابي، او يكون عندك واحد مثلا اخصائي علاج طبيعي او واحد بيفهم في الديب تيشو مساج اللي هو بيحتاجه الرياضيين في الاغلب، ما بيحتاجوش حاجه غير الديب تيشو مساج، او الكابينج اللي هو الحجامه، بس الحجامه اللي هي بالهواء مش الحجامه اللي هي بالتشريط. ممكن تعمل الحجامه اللي بالتشريط بس ما ينفعش تعملها بشكل دوري. يعني ما ينفعش مثلا تعمل حجامه النهارده وتيجي بعد اسبوع مثلا تعملها تاني، يعني مش كويسه، يعني في ليها سايد افكتس مش كويسه. طيب لو انا ما عنديش اكسس او انا مثلا مش قادر ان انا اصرف على الموضوع ده، هل لازم ان انا اعمله؟ لا مش لازم، مش هتروح في داهية، بس لازم تعوض بحاجات تانية. يعني هتلاقي نفسك بتاخد ديلودز اكتر، هتلاقي نفسك مثلا بتاخد ايام راحة اكتر، هتلاقي نفسك انك انت مثلا ممكن تعوض الموضوع بتاع الديب تيشو مساج ده انك انت تشتري فوم رولر اللي هي البتاعة اللي عاملة زي السلندر دي، المستطيل مش مستطيلة المدورة دي الطويلة، عاملة زي البتاعة كده بتنام عليها وبتفضل تروح وتيجي.
الموضوع ده فعلا بيفرق ليه؟ لان هو بيفك التايتنس. العضلات لما انت بتعمل لها كونتراكشن على مدار فترات طويله جدا، هي دي العضله بتاعتك، وتخيل ان صوابعي دي هي الفايبرز بتاعت العضله، فانت عندك فايبرز ماشيين كده. لما انت تفضل تعمل كونتراكشن ورا كونتراكشن على مدار وقت وشهور طويله، اللي بيحصل ان الفايبرز دي بيركبوا فوق بعض، فبيبقى شكلهم عامل كده اهو. تمام. الديب تيشو مساج بيجي اخصائي العلاج الطبيعي او المتمرس في الموضوع ده يضغط بطريقه معينه على العضله. فتخيل كده الموضوع عامل زي العجينه، تخيل كده انت عامل زي العجينه مثلا، العضله بتاعتك عامله زي العجينه ومكلكعه، فهو بيضغط فبيقوم فاردها تاني ومطلع الفايبرز فيرجعوا تاني في المكان الصح. طبعا الموضوع معقد اكتر من كده بكتير، ولكن دي تعتبر يعني ايه، يعني شرح مبسط اكتر للموضوع. لو في حد بيتفرج عليا وفاهم في الموضوع ده، يعني انا عارف ان انا ما شرحتوش بشكل 100%، بس عشان لو حد تاني بيتفرج وما فهمش قوي الموضوع ده هيخليه يفهم بطريقة احسن. الحاجة التاسعة اللي انت ممكن تعملها عشان تحسن من الريكفري بتاعك، برضو حاجة مش اساسية، ولو ما عملتهاش برضو مش هتروح في داهية، عادي جدا، انك انت تعمل حمامات تلج. طيب كل قد ايه؟ ممكن تبتدي مثلا بمرة لمرتين في الاسبوع. تمام. مش كل يوم. يعني انا شخصيا مثلا لما باجي اعملها بعملها كل سايكل تمرين، يعني 4 ايام، معلش سوري، كل 4 ايام ببقى اتمرنت كتاف ورجلين وظهر ودراعات وكله، فبقوم مثلا نازل عامل حمام تلج. طيب ده بيعمل ايه؟ طبعا هو ليه فوائد كتيرة، بس انا مش هخش في الفوائد بتاعته اللي هي ليها علاقة بحاجات تانية بعيدة عن الموضوع. انا هخش في موضوع البلاد فلو بس، لان احنا اتكلمنا وقلنا ان الريكفري ليه علاقة بوصول الدم للعضلة. فاللي بيحصل لما انت تنزل في حمام التلج ده، ان بيحصل فازو كونستريكشن. يعني ايه؟ يعني الشرايين بتاعتك بتصغر جامد، فبالتالي الدم ما بيوصلش للعضلات والجسمك كله عامة بشكل كويس وانت جوه المية المتلجة دي. طيب لما بتطلع من المية دي ايه اللي بيحصل؟ لما بتطلع من المية دي جسمك مش غبي، جسمك ذكي، فبالتالي اللي هيحصل انه الشرايين دي هتتفتح مرة واحدة، والدم هيجري ويخش للعضلات دي بشكل اكبر واحسن من لما انت كنت قبل ما تنزل. الحاجة التاسعة والاخيرة اللي انا هنهي بيها الفيديو ده طبعا هي النوم. دي بقى حاجة مهمة جدا ولازم تكون انت مهتم بيها. نومك لازم يكون من 7 ل9 ساعات كل يوم لو انت عاوز تعمل ريكفري كويس من التمرينة اللي انت عملتها، ومش اي 7 او 8 ساعات. يعني ما ينفعش تخش تنام الساعة 4 الفجر مثلا وتصحى الساعة 10 الصبح ولا 11 الصبح وتقول ما انا نمت كده 7 ساعات ولا 8 ساعات وخلاص. جسمك مش هيعمل ريكفري، اعضائك الداخلية مش هتعمل ريكفري. الاعضاء الداخلية بتنظف نفسها من الساعة 10 بالليل للساعة 2 الصبح. فعلشان انت تستفيد من النوم فعلا، انت لازم تنام قبل الساعة 12، علشان مش هقولك تنام الساعة 10، بس تنام قبل الساعة 12 عشان على الأقل تلحق نص أو أكتر من نص من تنظيف الأعضاء، يعني من وانت نايم. لما أعضائك تبقى سليمة وما بتشتكيش من أي حاجة، طبعا ده هينعكس على شكلك وعلى إحساسك وعلى الشهية بتاعتك وعلى كل حاجة وعلى الريكفري بتاعك عامة. وعلشان تنام في سبلمنتس بتساعد على النوم. طبعا اشواجندا كان كريم عمل فيديو عليها، لو ما شفتوش خش اتفرج عليه. في اخر الفيديو ده هسيب لك الفيديو بتاع الاشواجندا بتاع كريم. الزنك بيساعد عشان بيساعدك في النوم. ولو انتوا عاوزين فيديو عن فوائد الزنك قولوا لنا تحت في الكومنتات، ممكن اعمل لكم فيديو عن فوائد الزنك. بس انا I'm assuming يعني، او يعني توقعاتي ان الناس اللي بتتفرج عندها معلومات كافية عن الزنك، فما عملتش عنه فيديو لانها حاجة بيسك نوعا ما. بس لو انتوا عاوزين ممكن اعمل لكم فيديو عليه. انا باخد 70 ملي جرام زنك في اليوم، وقبل كده قلت الكلام ده في فيديو وقلت ان انا منصحش اي حد ياخد الجرعة دي، خليك ماكسيموم 50 ملي جرام في اليوم.
انا عندي كونديشن معينه، عشان كده باخد 70 مللي جرام في اليوم. ممكن ابقى احكي لكم عنها في فيديو تاني، عشان لو حد عنده الكونديشن بتاعتي يقدر ان هو يتعامل معاها. ده سبلمنت بقى فيه كل حاجه. برضو في زنك وفي جابا وفي ميلاتونين وفي فيتامين سي وفي فيتامين دي. فده كولكشن كده، وفي جلوتامين. فالكولكشن ده كله على بعضه بيساعدك انك انت تخش تنام. وبس، ده كان فيديو النهارده. الفيديو اللي جاي هعمل لكم حاجة مختلفة، هيبقى فيديو في المطبخ. هعمل لكم تشيت ميل. ولو انت مش عامل سبسكرايب معلم اعمل، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. انت محتاج تعمل ريكفري، سواء انت بتنشف او انت بتضخم او انت بتعمل اي حاجة في اي حتة. انت محتاج انك انت تكون متأكد ان الريكفري بتاعك سليم. شوف الفيديوهات اللي فاتت، قول لنا انت عايز تشوف ايه، او قولي لنا انت عايزه تشوفي ايه الفيديو اللي جاي. موضوع الريكفري ده ملوش علاقة بولاد وبنات، هو اتس ايكوال للناس كلها. يعني اي حاجة احنا ذكرناها النهاردة ممكن اي حد يعملها، سواء انت ولد او انت بنت. اشوفكم المرة اللي جاية.